السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مباركة للجميع. اخترت اليوم أنه في هذا اللايف أو في هذا المباشر نناقش معكم واحد الفكرة وواحد النقاش قانوني اللي هو مطروح الآن، ربما طرح لنا في العديد من المناسبات في هذه الأيام، بالنظر إلى التحولات التي كيعرفها المغرب وكيعرفها العالم ككل، والتحولات المرتبطة بتنقل الأشخاص، استقرار سواء بالنسبة للمغاربة خارج المغرب أو الأجانب الذين دخلوا ويستقرون الآن في المغرب. إذن فقد طرحت النقاشات مجموعة من المسائل التي لها علاقة بالجنسية. فالسؤال الأساسي اللي كيطرحه الجميع: ما المقصود بالجنسية؟ وما هي الآثار المترتبة على الجنسية؟ يعني كيفاش يمكن أنه الشخص تحدد الجنسية ديالو في علاقته بالدولة ديالو، ومن خلالها كيفاش نعتبر بأنه الشخص راه أجنبي عن الدولة. من هذا المنطلق يمكن نقولوا بأنه الجنسية إذا حاولنا نعرفوها هي العلاقة أو الرابطة القانونية والسياسية اللي كتربط ما بين الفرد، ما بين الشخص والدولة. هذه الرابطة كتجعل أن كل شخص كيحمل جنسية هذه الدولة تعتبر مواطن، عنده حقوق بطبيعة الحال وواجبات مرتبطة بالجانب السياسي بالدرجة الأولى، حقوق السياسية، في حين أنه الشخص الذي لا يحمل الجنسية دولة فهو يعتبر أجنبي. من هذا التعريف البسيط جدا كيمكن نقولوا بأنه في المغرب توضع قانون الجنسية لأول مرة سنة 1958، يعني قبل 1958 لم يكن هناك قانون موجود أو تم وضعه من طرف السلطة التشريعية اللي هي بطبيعة الحال البرلمان، اللي كيمكن أن يحدد لنا الإجراءات والمفاهيم والقواعد اللي كيمكن أننا تحدد لنا المواطن من غير المواطن. قبل 1958 بطبيعة الحال كان المفهوم اللي سائد في الأدبيات القانونية في المغرب هو مفهوم الرعية، الارتباط أو العلاقة التي تربط ما بين سلطان المغرب ورعيته أو الرعية اللي يمكن أن نعتبرها كمفهوم المواطنين المغاربة آنذاك. هذا القانون ديال 1958 بطبيعة الحال شأنه شأن القوانين الحديثة والمعاصرة حاولت توضع مجموعة من القواعد اللي كتحدد فيها مفهوم الجنسية المغربية. إذا أول حاجة خصنا نعرفوها هو أنه القانون كيتحدث عن الجنسية المغربية كجنسية أصلية، وكيتحدث كذلك على إمكانيات الحديث عن الجنسية المكتسبة، لأنه الأشخاص الأجانب سواء كانوا حاملين الجنسية ولا غير حاملين الجنسية كيمكن أن القانون عطاهم الصلاحية أنهم تقدم طلب تجنيس أو الحصول على الجنسية. بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بالجنسية الأصلية، فالقانون المغربي نص على أن هذا مفهوم الجنسية الأصلية هو أنه كل شخص يزداد من أب أو أم مغربية أو مغربي، يعني مع اعتبار أن هناك تعديل اللي كيعطي المرأة المغربية أن تعطي الجنسية ديالها الأبناء ديالها، وهذا ما كانش في بداية القانون الأول في 1958، ما دخل حتى الألفية عاد بدا تعدل القانون ولا كيعطي الحق للمرأة المغربية أنها تعطي الجنسية ديالها الأبناء ديالها كجنسية أصلية. إذن فيما يخص الجنسية الأصلية أن كل شخص يزداد من أب مغربي أو أم مغربية فهو كيكون حامل الجنسية المغربية كجنسية أصلية، سواء تزاد هذا الشخص داخل المغرب أو خارج المغرب. إذن فالرابطة في الحالة ديال القرابة أو النسب هو اللي كتعتمد عليها الجنسية الأصلية. كاين نقطة أخرى اللي عندها علاقة بالجنسية الأصلية هي المرتبطة بالأشخاص الذين يزدادون داخل إقليم المغرب يكونوا مجهولي الأبوين، يعني كل شخص ازداد في التراب المغربي
مع العلم أنه القانون الجنسية يحدد مفهوم التراب ومفهوم الإقليم على اعتبار أنه الشخص الذي يزداد سواء داخل الإقليم المغربي أو المياه الإقليمية أو داخل الطائرات أو البواخر التي تحمل الراية المغربية. إذن هذا هو المفهوم ديال الإقليم المغربي فيما يخص قانون الجنسية. يعني كل شخص ازداد داخل التراب بطبيعة الحال المغربي أو داخل المياه الإقليمية المغربية أو داخل طائرة أو باخرة تحمل العلم المغربي فهو يكون قد ازداد داخل المغرب. قلت بأنه كل شخص ازداد في المغرب من أبوين مجهولين فهو بطبيعة الحال كذلك يحمل الجنسية المغربية كجنسية أصلية. تبقى النقط الأخرى اللي عندها علاقة بالجنسية المكتسبة. أن القانون المغربي ماشي قانون محافظ لدرجة كبيرة، أعطى إمكانيات أنه في وفق قواعد معينة أنه الشخص يستفد أو يطلب التجنيس بالجنسية المغربية إذا توفرت فيه شروط معينة كتنص عليها القانون. مثلا المرأة التي تتزوج بالمغربي لمدة 5 سنوات من حقها أن تطالب بالحصول على الجنسية المغربية بناء على رابطة الزواج، مع استحضار أنه ملي كتقدم الطلب ديال الجنسية حتى لو وقع الطلاق من بعد تقديم الطلب ديالها فهاد الطلاق ما كيأثرش على الحصول ديالها على الجنسية. بطبيعة الحال أن طلبات الحصول على الجنسية تقدم إلى وزارة العدل، وهناك لجنة مكونة من مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل، ممثل الديوان الملكي، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الخارجية، هما اللي كيبتوا في هاد الطلبات بطبيعة الحال متعلقة بالتجنيس. هناك حالة استثنائية أخرى يمكن تمنح فيها الجنسية رغم عدم توفر مجموعة من الشروط اللي كتطلب أنه باش يمكن تحصل على الجنسية، أنك يمكن تمنح بمقتضى الظاهر في الحالة اللي كتكون فيها الشخص قدم خدمات للمغرب أو أنه الشخص يمكن أن يستفيد منه أو من تجنيسه في المغرب. إذا هناك يبين لنا بأنه الجنسية المغربية راه الآن مع نقطة إشارة إليها أن كل الأشخاص الذين ازدادوا من أم مغربية فكيكونوا حاملين الجنسية المغربية كجنسية أصلية، بمعنى أن واخا يكونوا زادوا قبل ما يدخل التعديل على القانون الجنسي، يعني قبل ما يدخل التعديل اللي كيعطي المرأة المغربية أنها تعطي الجنسية المغربية للأبناء ديالها. إذا هذا كيوضح لنا أن الجنسية المغربية بطبيعة الحال هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، وأن هناك جنسية أصلية كيحصل عليها الشخص بمجرد بأنه ازداد من أب أو أم مغربية سواء كان الازدياد ديالو خارج المغرب أو داخل المغرب. وهناك الحالة الأخرى اللي كيحصل فيها الشخص على جنسية أصلية وهي متعلقة بناء على الرابطة الترابية، يعني الشخص اللي كيتزاد داخل المغرب من أبوين مجهولين، مع الإشارة أنه ممكن أنه في اللقاءات المقبلة نقوم بتفصيل هذه النقاط المرتبطة بالحالة اللي يمكن أنه يطالب فيها الشخص واخا يكون عنده مثلا ازداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازداد هما آخرين في المغرب، يمكن أنه يطلب بالتجنيس داخل أجل 2 سنين قبل وصوله سن الرشد القانوني. إذا هناك مجموعة من الإجراءات اللي ربما هذا اللايف اللي هو مضبوط على مستوى الوقت ما يمكنش أنه يسمح لنا أن نتوسعوا في جميع النقط، ويمكن أنه نناقشها في الحلقات المقبلة. قلت إذا فهذه الجنسية المغربية كجنسية أصلية ممكن تكون على أساس علاقة ترابية أو على أساس علاقة القرابة، ويمكن أن يكون هناك تجنيس بناء على كما قلت بالنسبة بناء على توفر شروط معينة أو أنه المرأة التي تتزوج بمغربي بطبيعة الحال، وكذلك الحالات الأخرى يكون فيها الكفالة، يعني أنه الشخص المغربي عندما يقوم بكفالة شخص طفل مثلا مجهول الأبوين داخل أجل 5 سنوات يمكن أن يطالب بتجنيسه، وإذا لم يقوم هذا الآب الكفيل بطبيعة الحال بالتجنيس يمكن هذا الطفل كذلك في حالة إقامته في المغرب أن يطالب بتجنيسه داخل أجل 2 سنين قبل وصوله سن الرشد القانوني. إذا هذه هي بعض النقاط اللي عندها علاقة بالجنسية المغربية. أشكركم على تتبعكم، وإلى اللقاء في برنامج أو في موضوع آخر، وشكرا.